السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير، الصحه مزيانه، في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعضياتنا وصفه جديده مع قناه طبخ مع منال. سباكيتي بالخضر والدجاج، على الطريقه الاسيويه تقريبا. كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف، بلا كريمه، بلا جبن، بلا حتى شي حاجه، كتجي اكثر من رائعه. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هنا في واحد المقلاة غادي نحتاج زيت الزيتون اولا زيت النباتيه، تقريبا واحد 4 المعالق كبارين. غادي نضيف واحد البصله متوسطه الحجم كما كتشوفوني معايا، كنشلطها على هذا الشكل. ومن بعد غادي نخليها تشحر مع ديك الزويته حتى تبدا كتبان ليا. وغادي نضيف هنايا واحد 150 غرام ديال صدر الدجاج اللي قطعته شرائح صغيره ورقيقه كما كتشوفوا معايا. حتى هاد صدر الدجاج يعني كنشحرو مع ديك البصيله مزيان مزيان كما كتشوفوا معايا حتى كيولي اللون ديالو ابيض. من بعد غادي نضيف هنايا الخضر المشكله. عندي الفلفل الاحمر مقطع قطع طويله ورقيقه، الفلفل الاصفر، عندي الجزر، وعندي القرع اولا القرع. كلشي مقطع يعني قطع طويله ورقيقه بزاف باش طيب لينا دغيا. تقدروا مثلا اذا عندكم الملفوف اولا الكرنب حتى هو تقطعوه قطع صغيره ورقيقه وطويله وتضيفوه حتى هو كيجي زوين بزاف. عندكم شامبينيون طري اولا معلب حتى هو تزيدوه كيجي زوين. بالنسبه للتوابل درت الملح حسب الذوق، نص ملعقه صغيره ديال البزار، نص ملعقه صغيره ديال الزنجبيل، ملعقه صغيره ديال التحميره اولا الفلفل الاحمر. انا عندي واحد البهارات مشكله على بهارات مكسيكيه راها كتباع في الاسواق الكبرى والمتاجر الكبرى بحال مرجان، وحتى هنايا كتباع يعني شريتها من كبرافو. كديروا واحد الملعقه صغيره ديال صلصه الصوجا، كتعطي واحد البنه زوينه بزاف بزاف كما كتعرفوا راها كتواتى بزاف مع بحال هاد الاطباق الاسيويه. صافي هنايا كنحرك الكل مزيان وكنضيف هنايا واحد 2 معالق كبارين ديال البقدونس اللي مفرومين، وكنخلط كلشي مزيان مع بعضياتو. هنايا عندي النار متوسطه باش غادي نسد على الخضر ديالي، يعني غنغطي عليهم باش يدبالوا ليا ويطيبوا هما والدجاج. صافي هنايا كنبقى نحيد الغلاقه نشوف الخضر ديالي واش طابوا واش دبالوا. ملي كيطيبوا ليا وكيدبالوا كنضيف واحد ربع كاس ديال العنبه ديال الحليب. هاد الحليب كيعطي واحد التعليكه زوينه لهاد يعني هاد الخضر وهاد الصلصه هاد الخلطه. يعني اذا ما بغيتوش ديروا الحليب تقدروا ديروا القشطه طريه، وحتى هي واحد ربع كاس صغير ديال القشطه الطريه. انا قلت لكم يعني اذا ما عندكمش كتضيفوا الحليب، فها بحال بحال حنا كنزيدوها غير باش كتعطي واحد التعليكه وما كتجيش هاد يعني هاد الخلطه الناشفه. واذا ما بغيتوش تضيفوا حتى شي حاجه فماشي مشكل، كما قلت ماشي مشكل. غير يعني هذاك الحليب كيعطي واحد البنه وواحد يعني المذاق زوين. واحد النقطه اخرى، الا بغيتو تضيفوا الهريسه لهاد الخلطه راها كتجي رائعه. بالنسبه اللي ما عندوش وليدات صغار يضيف الهريسه اولا الحار كيجي بنين بزاف. وصافي هنا كنخليو داك الحليب غير كيغلى كيولي شويه بحال يعني كيتعلق، وكنطفيو على يعني الخلطه ديالنا اولا الصلصه ديالنا اولا الخضر ديالنا. كما شفتوا معايا في الماء المغلي درت سباكيتي كطيب بشويه د الملحه وشويه د الزيت النباتي اولا زيت الزيتون حتى كطيب يعني عادي. من بعد كنصفيها وكنشد يعني سباكيتي ديالي وكنخويها في هذوك الخضر اللي طيبت وديك الصلصه، وكنخلط السباكيتي مع هذاك الشيء مزيان فوق النار حتى كتعلق وكتشرب ليا هذيك الصلصه ودوك الخضر يعني كينسجموا مع بعضياتهم. وكنطفي الخليط كيولي على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. يعني هي سهله في نفس الوقت كتجي بنينه بزاف، شي حاجه مختلفه بالخضر صحيه وزوينه بزاف.
وصافي كتكون هذه هي الوصفة ديالنا. كنقدموها وهي سخونة كما كتشوفوا بالدجاج وبالخضر، كتجي أكثر من لذيذة. كنبدلوا بها ديريها للغدا أو للعشاء. الصراحة أنا درتها للغدا، يعني طبق متكامل زوين كيجي بنين بزاف، وكتجي معلكة بهذيك ربع كأس ديال الحليب. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم وتجربوها، أكيد غادي تعجبكم. طبعًا إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تخليو ليا واحد لايك أو الإعجاب. فهادوك لي لايك ملي كديروهم وكيكونوا بزاف د لي لايك، يعني كيخليو أن الفيديو يتشاف من ناس أخرين حتى هما إذا عجبتهم القناة، فعلاش لا يشتركوا وتكبر القناة ديالنا. يعني اللايك فكيفيدني أنا بأن الفيديو أنه يتبارطاجا أولا اليوتيوب يبارطاجيه، لا أقل ولا أكثر. يعني ولا كومونتير كيشجعوني حتى هما وكيخليو الفيديو أنه يزيد يتبارطاجا. يعني إذا خليتوا ليا واحد لايك، اللي تفرج يخلي لايك، غادي نكون يعني فرحانة بزاف، وغادي نتشجع أكثر وأكثر أنني نحط لكم لي فيديو. وصافي كانت هذه وصفة اليوم، استنوني مع وصفات جديدة إن شاء الله بإذن الله. شكرًا على المتابعة والتشجيع، مع السلامة أصدقائي.